الترمس الجميل بتاع العيد، بتاع المناسبات، بتاع التسلية. احلى ترمس هتعمليه وهتقدميه للضيوف في العيد، حاجة كده تحفة، وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها. طبعا كل سنة وانتم طيبين، بقى العيد ده قرب، فاحنا عايزين نعمل الترمس. دلوقتي انا معايا ترمس اللي هو الحلو، جايباه من عند العطار. طبعا بنبدأ ننقيه علشان بيبقى في حاجات كده ترمسية مش كويسة او كده، بتبدأي ننقيه. ودلوقتي هنبدأ نحط عليه مية كده، نقعناه في المية زي ما انت شايفة كده، وهنسيبه يبات طول الليل كده في المية، وهنرجع له الصبح ان شاء الله. ادي كده تاني يوم بعد ما الترمس نقعناه الصبح كده اهو، غسلته شطفته مكان المية بتاعة حطيته في حلة وغطيته بالمية زي ما انتوا شايفين كده، واحطه على النار لحد لما الترمسية تستوي، وهرجع اوريكم تاني. ادي كده بعد ما اتسلقت، شايفين؟ تعرفي منين ان هي بقى خلاص كده السوا بتاعها؟ لما تضغطي عليها وتلاقي القشرة بتطلع معاكي كده. انا هسيبها في المية السخنة ديت لحد لما تبرد، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. ادي الترمس كده بعد ما برد، شطفناه من المية اللي كانت فيه بتاعة السلق نضيفة، حطيناها كده في اي علبة هتحطيها فيها، وبعد كده هنبدأ نحط فيها الملح. الملح اللي انت عايزاه طبعا بتحطيه، يجيلك حد بس بتطلعي منه وبتبدأي تحطي بقى عليه الشطة اي حاجة. نبدأ بقى ننزل فيه الترمس، المية دي عشان تحفظ الترمس زي ما انت شايفة كده، وهتبدأي بقى تقلبيه كده. ولما يجيلك اي ضيف بتطلعي حبة كده في طبق وتحطي عليهم الشطة والليمون، وبالهنا والشفا. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده الشكل اللي بتبداي تقدميه للضيوف.